مساء الخير عليكم متابعينا، متابعي كايرو لايف، متابعي القاهرة 24 في كل مكان. معكم أحمد الجوهري ولايف جديد. احنا معانا النهاردة قصة أغرب من الخيال، قصة صعبة جدا. 27 سنة سفر وغربة راحوا هدر. استولت على فلوسه 12 مليون جنيه، كيلو ذهب، أرقام فلكية وقصة أغرب من الخيال. معنا دلوقتي الأستاذ محمد بيروي لنا تفاصيل. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الفل يا باشا. صوت بس وعرفنا بنفسك ولنا التفاصيل. الصوت كده كويس؟ أنا محمد محمود الفني بسموني البطل. زي أي شاب سافر وجاهد والحمد لله، بنيت بيتي واتجوزت والحمد لله. في 2004 نزلت عشان اتجوز. كنت بعرف أبوها معرفة سطحية قبل فترة، ورنيت عليه ورحت البيت عنده وشفت بنته عنده وخطبتها واتجوزتها في شهر. الكلام ده في 2000 وكام؟ 2004. تمام. اتجوزت في بيت ابويا. المهم يا سيدي، جت هي كانت في ثالثه كليه علوم، جامعه اسكندريه. كملت لها ثالثه، قعدت معاها بعد الفرح 3-4 شهور وسافرت عشان اجازتي. بعد ما خلصت امتحانات بالظبط اول الصيف كانت مسافره عندي برضه. حملت في بنت شهاده ونزلت في 2005. المهم لحد كده الدنيا تمام. تمام التمام، مفيش حاجه. لحد دلوقتي كده انت سافرت واتجوزتها وهي سافرت لك تاني، فالدنيا تمام. الدنيا تمام التمام. تمام. سافرت وجات نزلت وهي حامل في بنت شهر. طيران، كان اول الطيران ما طلع في الاردن من العجبه لاسكندريه. كانت بتسافر لك باستمرار يعني، وانت حتى لما هي حملت انت سفرتها ورحت لها على طول. يا دوب روحت على مصر بعدها ب3 شهور 4 كنت عندها في البلد. خلفت شهد وكنت بروح معاها الكليه وانا شايل البنت شهد على ايدي كليه علوم اسكندريه. جينا خلصت كليه، سافرت عندي، قعدت عندي 10 سنين الجمله، بس كان في اي سنين كانت بس بتقول عايزه اشوف اهلي بنزلها، عايزه فرح اختي كنا بننزلوا اجازه. اللي هو الفكره انت ما كنتش عصبي في شيء، وكنت عادي خالص. حاجه حجتها بيت ربنا واللي هي عايزاه كله، اكل شرب اي حاجه، ما منحتش عنها حاجه، لان انا كنت بشتغل بيه. بقول لها خد شيل اللي معاك يا ولا. وانت تقريبا من كلامك كانت حالتك ميسوره الفتره دي. الحمد لله الحمد لله. المهم يا سيدي، كان ليا ابن خال في 2013 قال لي في ارض بتنباع وبيت بينباع، عملت له توكيل عام مفيش بيع للنفس، اشترى البيت واشترى ارض مباني في 2013. لما نزلت في 2014 ده ابن خالك اللي كلمك؟ ابن خالي كان بيظبط في البيت في 2013 ومش عارف ايه، فطبيعي هي قاعده في البيت بتراسل بعض على النت والكلام ده. الله اعلم اللي صار بينهم وبعض على النت، شغل علاقه شغل علاقه ايه، ما تجاره ما اعرفش. المهم نزلت في 2014. انت بتقول ان هم يعني تقريبا اتفقوا عليك يعني؟ ده بنسبه 100%. هي وابن خالي وامي وجوز اختي واهلها، وجابوا لها بعدين لما سافرت في 2015 محامي من صنهور من عندنا. تمام. عشان يبقى العصابه كلها مع بعضها. تمام. المافيا كلها. كل ده عليك انت وانت مسافر لسه؟ كله عليها وانا مسافر وما اعرفش انت لسه ما تعرفش حاجه مش دخلنا في 2015. طبعا لما نزلت في 2014 نزلت في البيت الجديد ده، قال لي في 10 فدادين بينباعوا، فقمت بايع البيت. انا كان حلم حياتي اشتري 10 فدادين دول عشان ادخل ابني النيابه، بنت دكتوره هندسه، يعني ارفعهم. المهم يا سيدي، قالوا خلاص. جي انا ميعاد سفر يوم 7/12/2014، سافرت عملت لها توكيل معاه مفيش بيع للناس. قلت لها خليه معاك، الارض هتنباع كمان شهرين 3-4. الارض اللي انت نفسك اللي انا عايز اشتريها. اللي يشتروا الارض قالوا خلاص انا هشتريها، ابعت الفلوس. بعت الفلوس دي يمكن من ده ومن دي. بعت كام؟ بعت 36,000 دولار. اللي ظل على الكمبيوتر 25 بس، الباقي انا اعطيه لها بايدي، نقد بايدي دولارات. تمام. المهم اللي يشتروا الارض طبعا حق البيت سبته معاها كمان، حق البيت سبته معاها. المهم يا سيدي سافرت، عدت 2015 قالوا اشترينا البيت، وحتى كان في عربيه. ده وانت مسافر هو قالوا لك ان احنا اشترينا الارض؟ ابعت الفلوس اللي معاك. بعت. جت بعدها قالت في عربيه بتنباع رخيصه 70-80 الف جنيه. قلت لها والله ايه ده بتاعت معاقين ومش عارف ايه. قلت لها اشتريه ما علينا عشان تفسح ولادي والكلام دي عادي يعني.
اللي اشترت العربيه بعت لي عقد مزور على الاردن. يعني هي وأنا ما مش عاطي اشترتش إخوان. ما اشترتش واحده مكملها تعليم، ما حجتش بيت ربنا، مش مخونها في حاجه. اللي مش مخونها في شرفها هخونها في الماء. المهم يا سيدي في 2016 جت لي ابن خالك ضرب عليك وصل امان، هاتي لي محامي، اللي تجيب لي محامي. راح دي كانت بدايه القصه معاك. نعم. دي كانت بدايه القصه يعني، ده اول البدايه بقى. 2016 هاتي لي محامي، قال لي جبت لك محامي. جبت لك محامي، اللي تجيب لي محامي جابت لي رقم تليفونه حطه على تليفون بنتي. نرن على التليفون مفيش حد يجرب، نرن مفيش حد يجرب. 2016 كلها بعت لها الدعوه مرتين. جيت انا واقع على ظهري وظهري مكسور مش مسافر. قلت الله يشفيك عند اكبر دكتور وروح اكشف. الفلوس معاك وكل حاجه معاك، انا مأمنك على اولادي وعلى مال. اللي تعمل كده راح 2016 جاي ضرب عليك وصل امان، تجاوب لي محامي، راح عملت له معارضه ومعارضه استئنافيه بالتوكيل، لبست في الحكم وانا ما اعرفش. انت كل ده يعني مآمن في القصه؟ مأمن، مأمن بحسن نيه، مش عاطي اخوان. المهم 2017 جيت المحكمه حكمت عليك بسنه 6 او تدفع الفلوس بالمحكمه. كفيل المحامي اتاري انا برن على التليفون، ردت غلطت وردت عليا. ده رقم؟ ده الرقم اللي هو كان بتاع المحامي ده من ضمنه، ده طلع رقمها. حطاه على تليفون في البيت عشان ما حدش يرد عليه، هي غلط وردت عليه. عرفت ان اللعبه بدات تنتشر، بس مش عارف اخوانها برضه. في 2017 في شهر التحرير، في شهر 17/5 يا ابني يا ابني يا ابني اني قلت كل حاجه باسمك ولا مكتوب. طبعا موقف زي ده غربه، 27 سنه راحت خلاص قدام انت بقى عينك. وقتها انت كل حاجه راحت يعتبر. كل حاجه راحت قدامك. فنزلت هم بقى. بيخططوا يا نيجي في صندوق يا ننعبط يا ننزل ناخد حدث من مين؟ من ابن خالي. تمام. نزلت يوم 2 رمضان، يوم 27/5 2 رمضان الله اكبر في الصيام. طبعا الضابط الجمرك تعاطف معاه.